سيبي ولا من عملته. رائع فشخ. ولا السيد المبجل الوزير التاني ده اللي كل شويه مبهدلينه على صفحات الفيسبوك والبرامج الفضائيه الزميله، ايوه زملاء كده معايا. يعني ايه يعني كان امتحان الصراوي؟ الراجل يعمل ايه بس؟ يعمل ايه يا شعب؟ انتم ايه عاوزين ايه؟ الراجل عمل اللي عليه وقال اللي هيدي دروس هينفخه نفخ خروف العين، وذلك تماشية مع العين، وكمان هيسلخ قبل النفخ زيادة في إحكام الأمور. ايه ده؟ صدق سلخت قبل ما اذبح. مع ان بصراحه انا على قد فهم الصغير مش فاهم الوزير، الناس تقول له في تسريب امتحانات يقول لهم هلغي الدروس الخصوصيه، اللي يربط ده بده انا مش فاهم، يا ريت حد يفهمني. كمان بشرى ساره، والله ما انا عارف ايه اللي جاب بشرى. مين دي؟ مين دي يا اولاد؟ انا دي مش ساره اللي هيتابعني عليها، هي دي برضه ساره؟ والله انا كان في دماغي ساره تانيه بس هي كويسه. المهم خلي الناس دي في حالها. السيد الوزير يا جماعه ردا على تسريب الامتحانات وزمزقه المدرسين من موضوع المرتبات وزعل الساده اولياء الامور عشان الدروس والكلام ده كله، اهو لغى امتحانات الميد ورجعنا الامتحانات الشهريه. يعني بدل ما كان عندك 4 امتحانات بقى عندك 8 امتحانات، وسمعت من شويه ان هو لغى القرار ورجعنا للقرار الثاني. انا وربنا عارف ايه اللي بيحصل ده. ايه اللي انا شايفه ده؟ ايه اللي شايفه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه البواخه دي؟ ايه البواخه؟ مع ان دول لا اسمه قرار ولا حاجه، ده اسمه العلمي احذر. ايوه احذر السياره ترجع الخلف، لف وارجع تاني، 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 لف وارجع تاني. وكل ذلك لصالح الطالب والمعلم وولي الامر والسيد الوزير. يا سلام يا سلام يا سلام. ورأي المثل لا ولا بلاش بدل ما نخش في الحيط، واسمحوا لي اسيب لكم موضوع المثل دي، ابدعوا انتوا فيه وادوا له المثل اللي يستحقه. دنيا اظنيه كده نكدنا عليكم وعملنا نقدر عليه، احنا ما نجيبش حاجه من بيتنا، كله من اللي بيحصل يا جماعه. الحلقه كده النهارده بح كفايه كده النهارده، ونكمل ان شاء الله في حلقه ثانيه باذن الله من يوميات مفتاح في العيد. كل سنه وانتم طيبين. سيبوا لي حته من اللحمه، اللحمه يا ولا سيب لي حته يا